المية الزرقاء أو السوداء أو الجلوكوما، إيه الحكاية؟ الجلوكوما هو مرض بيحصل فيه زيادة في ضغط العين، بيأثر على العصب البصري تأثير سلبي. وعشان نفهم ده احنا بنعتبر ان العصب البصري زي كابل الكهرباء اللي مليان سلوك كتير. لما يرتفع الضغط السلوك اللي في العصب دي تبتدي تخسر وتبوظ واحدة ورا التانية، وتؤدي بالعصب انه يكون فاضي مفيهوش ألياف عصبية. المية الزرقاء اسمه قاتل الصامت للعين، يعني ممكن يكون موجود وبيسحب النظر ومجال البصر شوية شوية، والمريض مش دريان ومش حاسس بأي حاجة، لأن آخر جزء بيبتدي يتأثر هي الرؤية المركزية. يعني ممكن المريض يكون شايف 6/6 لغاية آخر المرض. المية الزرقاء ممكن تكون وراثية، يعني الأب أو الأم أو الخال أو العم عنده جلوكوما. ممكن تكون مصاحبة لبعض المشاكل في العين زي قصر أو طول النظر، أو بعض الأمراض اللي بتصيب العين زي الالتهاب القزح، أو مع استخدام قطرات أو علاجات بغير حكمة زي الكورتيزون. علاج المية الزرقاء إن إحنا نرجع نحافظ على ضغط العين تاني في الحدود الطبيعية، إما بالقطرات أو الليزر أو عمليات كتير ممكن نستخدمها، أو زرع صمام داخل العين. مهم إن إحنا نحافظ دايما على الضغط وبالتالي على عصب العين، فما يحصلش أي ضمور ليه.